النهارده تحدي بناء فريق لمدة 24 ساعة، فقبل ما نبدأ لايك واشتراك، والحساب ده هيكون بتاعكم في النهاية. فهاتك حاجة تاكلها أو تشربها والمشاهدة ممتعة. فيلا بينا نختار اللغة، ومعانا باكجات مجانية كتيرة جدا. فتعالى بقى كده نختار اللغة انجليزي عادي جدا خالص، وهنخش نسجل الدخول. وطبعا هنخلي الدولة اليابان عشان لو في أي باكجات هديات كده زيادة تجيلنا احنا أولى من أي سفرات تانية. وافقنا على كل الشروط وكتبنا فانتوم جيمنج التاني اللي هو حساب التاني. فتعالى بقى نشوف في حاجة هنحملها. أكيد هنحمل 25 ميجا وارجع لكم. وعدنا، ولكن بيقول لي اختار برشلونة، لكن انا مدريدي، بس اختار يا عم برشلونة كده. نعم انا مدريدي. فتعالى كده نشوف الهدايا اللي هناخدها. في فتحات مجانية كتيرة جدا، 20. مش بقول لك اليابان بتبقى مختلفة. تمام كازيميرو بس كده تمام. فاول لعبة هينضم لفريقنا هو ليونيل ميسي، عشان نكون خلصنا حاجة من اللي هم عاوزين نعملها. فويلكم بي ليونيل ميسي اخيرا وليس اخيرا ان شاء الله. الفتحه دي هتتكرر مرتين تلاتة ان شاء الله في فيديو النهارده. سكيب يا عم، خلاص عرفنا ان اللي هو ميسي. ويلا بينا نروح نحطه في التشكيل. فعاوزنا نحط دلوقتي لاعب، وطبعا هنحط ميسي، ونكون كده خلصنا المهمه ونخش نلعب حدث السكيل اب. فهلعب الحدث وهرجع لكم. فلعبنا حدث السكيل اب. تعالى بقى نضيف كل اللعيبه نعملها اوتو كده، والتشكيله بقت يعني متواضعه خالص جدا. وهنشوط ضربة الجزاء لأول مرة. أنا ديني بادئ معاكم كل حاجة كأننا بنبدأ من الصفر بالظبط، عشان لو حد لسه بادئ اللعبة برضه. فتعالى كده نستلم أول لاعب معانا جديد هو أرنولد. تعالى كده ويلكم بي أرنولد. نسخة طبعا متواضعة خالص، ولكن هتفيدنا جدا في البداية. وتاني لاعب معانا هو تروسارد بمناسبة فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي. فتعالى بقى نستلم الباقي. وبقى معانا 100 كوين و10000 جي. عايزين نشتريهم دول في حلقة النهاردة، ولسه ملعبتش حدث نجوم الأسبوع، لسه هنلعبه كمان شوية. وهنا معانا 20 تيكت تقريبا، دول كلهم تبع الدوري الياباني، حاجة كده ملهاش لازمة أو ممكن تساعدنا في نجوم الأسبوع. فأول فتحة هنفتحها معانا النهارده بحظ كل واحد يعمل لايك واشتراك عشان نوصل 1000 متابع في أقرب وقت. طبعا مش هيطلع لنا دروجبا خالص يعني، الحمد لله. فتعالى بقى كمان الباكج ده كده السلسلة هتخلص بكرة يوم الاثنين، تمام. فتعالى كده اللي بيه ولا أي حاجة. فتعالى بقى كمان نودي فتحة الدوري الياباني اللي أنا متأكد مش هيطلع منها حد، ولو طلع مش عاوزين إن شاء الله ما يكونش حد، عشان الباكجات التانية يطلع فيها ميطلعش حد. في باكج الدوري التركي بقى بحظ كل واحد هيعمل لايك واشتراك. يلا والله اي حد برضه مش عارف يعني هيطلع لنا ايبك امتى او شو تايم امتى. فيلا بينا بقى على الباكج اللي احنا مستنيين فيه منه لاعب اكتر باكج اصلا، يعني يطلع منه حد او دبليو اف. عيني ده اكيد ده محمد صلاح بقى. السلام. ففتحة كازيميرو بقى دي بحظ انا طلعنا على حساب الاساسي وجربناها. هتلاقيه ظاهر لك في الاي كده اللي فوق. ده هايلايت ده ولا ايه؟ اصل في سي بي هايلايت تقريبا، بس لا مش هو. تمام. فبما ان اللي حظنا معفن ووحش جدا، فتعالى نحاول نضمن لنا لاعب حد يعني اتطور. تمام. فان شاء الله يكون سوبوسلاي او صليبه. سوبوسلاي اخيرا اول لاعب عدل بعد ميسي، واللاعبه دي انضم معانا يعني عدل، بيوصل 101. فاسطوري الصراحه. فيلا بينا نروح نحط اللاعيبه اللي جات لنا اول اللي هو سوبوسلاي في التشكيله. بس قبل ما نحط باقي اللاعبين في التشكيله، تعالى نستلم كده كامافينجا وهاري كين. هنستلمه امتى؟ هنستلمه دلوقتي. فحلو قوي كده معانا هاري كين وكامافينجا، والتشكيله بدات يبقى ليها نفس شويه، فان شاء الله تكون اقوى. فتعالى كده نعمل بقى التشكيله اوتو ونطور. اول لاعب معانا هو ليونيل ميسي، نطور اول واحد. يلا بينا على طول نخش نطوره ونديله يا باشا ماكس. تمام. بتقدم من 10000 ليه يا ميسي؟ نخليها اوتو ونخش على الكسندر ارنولد بالمره بقى، وبعديها ممكن كامافينجا او هاري كين بقى. في بطاقات كمان لسه شويه. تعالى نخليها هاري كين عشان الهجوم. خليها هاري كين كده دفعنا كده ملط، وندي الباقي بقى لكامافينجا عشان ما يزعلش، كنا عملنا الواجب معاه. يلا طبعا يا جدعان الحساب ده لو حد عاوزه يكتب لي على التليجرام، يبعت لي رساله. فبس كده نخش نلعب بقيه الاحداث وهرجع لكم. فتعالى بقى معانا 49 هدية وجبنا العقد بعد مرار. فتعالى كده نستلم كل هدايا ويبقى معانا بطاقات تطوير، ونخش على تفتيح الباكجات. معانا 10 باكجات، ومعانا كمان فتحة المجانية بتاعت نجوم الأسبوع، و8 فتحات على دروجبا. وطبعا الباكج ده احتمال كبير نجيب منه كيميتش. فتعالى كده جبنا كيفن دي بروين مع عقد الترشيح، وهنجيب واحد بقى تاني ب4 نجوم. تعالى نشوف بس في حد ب4 نجوم في الباكجات دي ولا لأ.
في واحد تقريبا عربي، تعال نجيبه، ده شكله عربي، تعال نجيبه. ويلكم تو الفريق الاسطوري. فاول حاجه هنفتحها باكج نجوم الاسبوع، يا رب بقى لاعب اسطوري عشان هتفرق معانا قوي، هيفرق معانا قوي قوي بجد. طبعا تلاقيه اقل لاعب في الباكج وانا واثق 93 يبقى اقل لاعب. خير خير ان شاء الله. فمعانا 8 فتحات على دروجبا، يا ترى هيطلع دروجبا بقى ونستريح ولا يطلع لوكاكو؟ يعني عشان انا ما طلعليش حسب في حساب الاساسي اصلا حد. ده هايلايت تقريبا، الواد ده هايلايت ما بينهم. عيب عليك عيب عليك والله، اللعبه بقت مقرفه قوي يا جدعان. معانا بقى ال 100 كوين ده نوديها على كازيميرو، يمكن الحساب يتطور بكازيميرو انا حاسس. سيبي تاني، ده مين ده بقى؟ يلا 4 نجوم الله. فتعالى بقى نضمن لنا لاعب هو كيميتش، ويلكم بكيميتش، يعني حاجه اهي تعلي الفريق شويه. ولسه هنروح نشتري مدرب، نحاول نشتري ب 190 الف جنيه مدرب. فتعالى كده غيرنا المدرب وجبت اوت وايت عشان اعلى اسلوب باقل فلوس، فاهم قصدي؟ فالتشكيله بقت قويه. تعال نحط بقى اللعيبه اللي جات لنا وارجع لكم. وادي التشكيله في اليوم الاول، ارجع لكم بقى بكره. قعدنا بقى من تاني وتسجيل دخول تاني يوم، وخدنا انزو فرنانديز وفتحه مجانيه على الباكج الياباني. فيلا بينا على طول نخش نفتحها. تعالى كده نفتحها بقى بحظ، كل واحد هيكتب كومنت نجرب اني باكج من باكجات المنتخبات، نحاول نجربها. السي بي كده كده مش عاوزين منه حد، هو لو كان طلع 5 نجوم. فتعالى بقى نطور كامافينجا، نكمل تطوير فيه. ادينا واحدة ب10,000، هنروح نشتري ممكن بطاقات بال120 ألف جنيه اللي معانا دول وكده. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات يا جدعان لو عاوزين من نفس التحدي ده، ولكن لمدة اسبوع، يعني هيكون تصوير صعب واتعب، فقدروا بقى يا جدعان بالله. وكده نقدر نقول رسميا انتهى ال 24 ساعة. ودي التشكيلة اللي عاوزها يبعت لي رسالة على التليجرام، ومتنساش تعمل بقى لايك واشتراك، قدر تعبي، واشوفكم الفيديو الجاي. بيس.